السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة فايزة الجزائرية. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، والفيديو تاعي يلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. اذا خياتي كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا العجائن بالكريمة السائلة والجبن يا البنات. ولتحقيق هذه الوصفة نحتاج في لائحة المقادير ان ساشي تاع العجائن يا البنات. نحتاج الى الجبن المبشور، صدر الدجاج مقطع مكعبات، نحتاج الى بصل مقطع مكعبات كذلك، 4 فصوص من الثوم متوسطين، نحتاج الى لاكريم ليجير الكريمه السائله يا البنات كما راكم تشوفوا. نحتاج الى المارغرين، اللي يحب يستعمل الزيت يستعمل الزيت، انا راح نستعمل المارغرين. فيما يخص التوابل مكعبين مرق الدجاج، ملعقه صغيره فلفل كحل، ملعقه صغيره كاري الدجاج، وملعقه صغيره خليط توابل الدجاج. تفضلوا معايا خياتي في طريقه تحضير هذه الوصفه لنهار اليوم. حبيباتي كيما راكم تشوفوا خياتي، بعد ما خليت الماء تاعي يسخن راح ندير هذا النوع تاع المعكرونه يا البنات. ديروا اي نوع حبيتوه، انا راح نخدم بالبيني اليوم كيما راكم تشوفوا هنا يا البنات. راح نديرو في الماء سخون، كندير كامل هذا الساشي بهذه الطريقه. تقدروا تضيفوا له شويه ملح وشويه زيت. انا بما اني راح ندير مكعبين مرق الدجاج ما راحش نضيف له الملح، ندير فقط شويه مارغرين هنايا او الزيت الا حبيتوا. هكذا يا البنات راح نضيف ملعقه صغيره من المارغرين، تقدروا تعوضوها بالزيت هكذا باش ما يلصقوناش لي بات ديالنا. نحركوها يا البنات هكذا فوالا باش لا ماتيغ غاس كامل تحبط لتحت وما يلصقوش العجائن تاعنا بهذه الطريقه. هنا لان هذا المعكرونه يا البنات تجي فريمون بنينه. والان حبيباتي بعد ما خليت لي بات ديالي يطيبوا كما راكم تشوفوا، اذا جبت مقله البنات راح ندير حوالي ملعقتين كبار من المارغرين، ندوبهم هكذا في المقله كما راكم تشوفوا فوالا. نضيف مباشره لو بولي هكذا، صدر الدجاج اللي قطعته مكعبات ضيفوه بهذه الطريقه. يعني هاد لا مارغرين راح تزيد لنا بنه في الطبق. اللي ما يحبش لا مارغرين يقدر يدير الزيت عادي هكذا. نقليه شويه بهذا الشكل. نضيف مباشره يا البنات البصل اللي قطعته بهذا الشكل مربعات، نقطعوه صغير فوالا. نديروه مباشره فوق الدجاج. نضيف يا البنات الثوم، 4 فصوص من الثوم متوسطين سكرفجتهم هكذا باش الدجاج تاعنا يتشرب كامل هذه النكهات فوالا. ونحرك فيها هكذا يا البنات حتى ندبل البصل والثوم بهذه الطريقه. ندير على نار متوسطه دائما بهذا الشكل. الان يا البنات راح نضيف التوابل. بسم الله. نسبق المكعب الاول مكعب مرق الدجاج نفتو بهذه الطريقه على كامل الدجاج بهذا الشكل. نضيف يا البنات التوابل المتبقيه كما راكم تشوفوا، ملعقه صغيره ماشي معمره مليح تاع الفلفل الاسود. نضيفوا كاري الدجاج، درت ملعقه صغيره معمره مليح، وخليط توابل الدجاج. راهم يتباعوا هكذاك دي ساشي مكتوبين فيهم خليط توابل الدجاج. تشروهم وخبوهم في الدار هكا كي يكون عندكم البولي، تخلطوهم كسوسوا ديروا اون ماريناد ولا ديروا هكذا دي صوص بلونش ولا روج، يتشرب هذاك الدجاج ويجينا بزاف بنين. اذا نقعد هكذا نتبل الدجاج ديالي، نديروا هذه التتبيله هكذا ونقليه باش يذوب كامل هذاك البصل ويذبل بهذه الطريقه. راح نضيف له فقط القليل من الماء، ولكن هنايا راح نخليه يتقلى على خاطره بهذه الطريقه. والان حبيباتي بعد ما دبل شويه البصل وطلق الماء ديالو كيما راكم تشوفوا هنايا البنات، راح نضيف فقط القليل من الماء ماشي بزاف. ندير حوالي كاس صغير كيما راكم تشوفوا تاع القهوه ولا تاع الشاي
بهذه الطريقه وندمجو هكذا معاه بهذه الطريقه ونغطي عليه ونخليه يطيب بهذا الشكل. والان حبيباتي بعد ما طابوا لي بات ديالي كما راكم تشوفوا يا البنات راني قطرتهم هنايا، درتهم في الكسكاس وقطرتهم يا البنات. راح نمزجهم مع الصلصه ديالي. والان حبيباتي بعد ما طابت الصلصه ديالي كما راكم تشوفوا، اذا راح نضيف لي بات تاعي بهذه الطريقه. فوالا راح ندمجها مع لاصوص على نار قليله يا البنات هكذا باش لي بات تاعي يتشربوا النكهه تاع لاصوص بهذه الطريقه. نديرهم بهذا الشكل. نخلطهم تدريجيا يا البنات بهذه الطريقه. وهنا يا البنات راح نخلطها بهذه الطريقه، راح ندمجها كامل كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. وذوقوها على الملح الا كانت مخصوصه، يعني مكعبات تاع مرق الدجاج الا درتو كميه كبيره شفتوا باللي جاتكم مسوسه تقدروا تضيفوا شويه ملح. اذا بهذه الطريقه. والان حبيباتي بعد ما خلطتهم اذا مع بعض راح نضيف الكريمه تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل ونخلطها مليح. راح نضيفها بهذه الطريقه، ندير كميه مليحه كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. ونضيف شويه جبن مبشور بهذه الطريقه. والان حبيباتي لحقنا الى نهايه الفيديو تاعنا لنهار اليوم اللي كان هو عباره عن وصفه المعكرونه صلصه بيضاء يا البنات بالكريمه السائله والجبن والدجاج. جات بزاف تشهيه البنات وبزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوا هذا الطبق وان شاء الله يعجبكم. اذا عجبتكم هذه الوصفه ما عليكم غير ديروا نجام وتشتركوا في القناه تاعنا لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. في امان الله. الى فيديو مقبل بحول الله. سلام.